وجاءت تستدل مرة أخرى وتقول النبي عليه الصلاة والسلام، تجيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه النساء شقائق الرجال. تمام؟ فقالت يا جماعة أسمعوا الحديث، النساء شقائق الرجال ما تحت الرجال. تمام؟ فأنا من حقي يعني لا عيب ولا غلط إنه أنا أتزوج اللي أنا عايزاه. أول شيء يا إحسان، الحديث ده فهم ما بالطريقة أنت فهمتيها دي. النساء شقائق الرجال أي في التكاليف الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الرجل أمر الله سبحانه وتعالى بها المرأة. الله سبحانه وتعالى أمر الرجال بالصلاة، كذلك أمرنا نحن بالصلاة، بالزكاة أمرنا بالزكاة، بالحج، وهكذا. الله سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن؟ للرجال فقط؟ لا، للرجال والنساء. يا أيها الناس، خطاب رجال ونساء. قد أفلح المؤمنون، معناها ما أفلح المؤمنات ولا كيف؟ لا، الخطاب هنا رجال ونساء. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إذن الأمر سواسية بين الرجل وبين المرأة، إلا في الأمور التي جاء فيها تمييز هنا شرعي لاختلاف طبيعة الرجل من طبيعة المرأة. مثلا في الجهاد، المرأة ما أوجب الله سبحانه وتعالى الجهاد على النساء، أوجبه على الرجال. الخروج للجماعات، الصلاة في الجماعات والجمعة كذلك الله سبحانه وتعالى أوجبها على الرجال دون النساء، لأن الرجل مختلف عن المرأة. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. قال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. القوامة دي ما معنى أنت تحت الراجل كما قلتي أنت، لا، المرأة تحت المرأة، الرجل علي يعني الرجال قوامون على النساء، بمعنى أن يكون قائم على أمرك، مسؤول منك، النفقة ينفق عليك الرجل، يهتم بك الرجل، يرعاك الرجل. يجب أن يكون المرأة قوام الرجل، هو المسؤول، هو الذي يدير، هو الذي يحمي، هو الذي ينفق، هو الذي يكسو، هو الذي هكذا. الرجل هو الذي يقوم بشؤون المرأة، وهذا تكريم تشريف وليس ازدراء وليس ذل. هذا الذل هو المساواة هذه، بمعنى أنك تريد أن تفعلي ما يفعل الرجل، أن تقوم بأعمال الرجل، هذا هو الذل والهوان والصغار الذي يريدونه أتباع العلمانيين أو العلمانيون أنفسهم أيضا، هم الذين يريدون للمرأة الذل والهوان. وهي بتقول إنه طالما هي بتقول بناشد الشعب السوداني، بناشد الشعب السوداني طالما إحنا في حكومة مدنية. وأنا بقول هذه هي الطامات والبلايا والآفات والأسقام والمصائب التي جاءت بها الحكومة المدنية، هذه ما جاءتنا أبدا بخير. والعلمانية ما جاءت إلا بالدمار والهلاك والفسق والفجور. فبتقول يعني بغض النظر عن رضا أهلي تختاري، أنا من حقي أختار، من حقي أختار أنا عايزاه. إحنا في حكومة مدنية، وبتقول إن هي أمينة المرأة. أنا ما أعرف أي مرأة، أنت أمينة ضد المرأة، أي أمانة أنت ماسكاها. فأنت الآن تدعي الناس إلى الفسق، تدعي الناس إلى الفجور، تدعي الناس إلى مخالفة أهاليهم، إلى مخالفة الدين في المقام الأول، مخالفة الله عز وجل. دي دعوة إلى العلمانية، دي المدنية اللي انتوا جيتونا بيها. احنا بقينا الله المستعان، بقينا كل يوم واحد بيصبح بيمسي بيلقى البلد فيها مصيبة أكبر من اللي قبلها. مين دخل الدولة المدنية في السودان؟ دعاء للفسق، دعوة لتحرير المرأة، دعوة للانحطاط، دعوة للذل، دعوة للصغار، دعوة للهوان. والله المستعان. حقيقة يعني أنا أعجب من جرأة هذه المرأة. جرأة أول شيء على أهلها، جرأة أن هي كيف أصلا تعصي أهلها وتمشي تعقد على رجل بدون إذن ولي أمرها. جرأة الثانية أن تأتي بالعقد، يعني شوف يا جماعة، يعني تفضلوا دي قسمتي، أنا تزوجتها فلان،
الله المستعان. الجرأة الثالثة كمان لا بتدافع عنه، بتدافع هي عن الرجل اللي هو أصلا ما دافع عنه. وين الرجل؟ ليه ما ظهر معك؟ انت طلعتي بتشهري بنفسك وبتطلعي نفسك في الفيديو ده. جرأة ثالثة، انت طلع نفسك في الشارع بتصور نفسك عشان تدافعي عن الرجل ده اللي يعني يا جماعة يعني بتحميه، وانت بتحميه عشان ما يقبض عليه بتهمة اختطاف. فانت عايزة تحمي هذا الرجل. انا ما مخطوفة يا جماعة، انا متزوجاه. طب هو ليه ما راح عليك؟ هو ليه ما دافع عنك؟ هو ليه ما كرمك ومشى زي اي بنت محترمة مكرمة معززة؟ مشى طلبك من اهلك وصبر وجاهد ومشى وفتش لحد ما وصل، لحد ما اقنع اهلك، لحد ما يقتنعوا اهلك ويتزوجك بإشهار، ويتزوجك برضا أهلك ويجيف ويتصدى، وانت واقفة تتصدى انت قدام المدفع، قدام وش المدفع انت بقيتوا مظاهرة اسمك وبتاعتك الشخصية عشان تحمي الرجل اللي أصلا هو ما حماك، اللي أصلا هو ما دافع عنك. لأنه يا إحسان إذا أبوك رفض يزوجك من رجل انت عايزاه ومقتنعة به، فالإسلام ما اضطهدك أبدا. انت عندك حلول تانية. في حاجة اسمها العصبة بتمشي للجد. لو جدك موجود انت ما عندك جد، ما عندك أخوان، بتمشي لأخوانك الأشقاء. إذا ما عندك أخوان أشقاء بتمشي أخوانك من الأب. إذا ما عندك أخوان من الأب بتمشي لأعمامك، بتمشي أولاد أخوك، بتمشي لأولاد عمك. لازم يكون عندك ولي. دي شتيمة لو واحد يقول لك أنت ما عندك ولي، تتزوجي من دون ولي. إحنا ما عندنا كلام زي كده في ديننا ولا في شعبنا السوداني. أنت كان لازم ترد عليك، وأنا بحاول أبرد نفسي في الرد معاك، بحاول أخلي نفسي بارد عشان يعني أنا بجد من جوا منفعلة جدا من أنا سمعته. أنا عدت الفيديو يمكن 5 مرات، وأنا كل مرة مصدومة من أنا سمعته في وشوفته في الفيديو. أنا الآن بسجل الساعة 3 صباحا، أنا الليلة ما نمت أصلا. يعني أنا من سمعت الفيديو إلى الآن وأنا صاحية يعني خلاص صار النوم من عيني. أنا مستغربة إنه كيف يكون في بلدنا السودان في نماذج زي إحسان دي، وكيف تكون امرأة مسلمة بالجرأة دي تطلع بالجرأة وبالطريقة دي. الله المستعان. أنا حاجة يعني شبه صدمة. لكن ما غريب على المدنية، وما غريب على دعاة العلمانية، وما خفي كان أعظم. والله المستعان. والله يسلمك. إحنا عندنا بنات، الواحد بقى يخاف لقدام حيحصل شنو. إحنا عندنا أخوات، إحنا عندنا أهل، لسه في شابات. واحد خايف على الجيل الجاي من اللي بيحصل، من الكل مرة سامعينه، من الكل مرة شايفينه عايزين يساووا بين الرجل والمرأة. خلاص بعد شوية حنلقى البلد بقت فوضى. فاتق الله. أنا ما بخاطب إحسان وبراء، أنا بخاطب إحسان وفي عشرات مثل إحسان ما ظهروا الإعلام، لكن أنا متأكدة في عشرات مثل إحسان. فالكلام ده لكل وحدة تتقي الله وتفهم إنه الدولة العلمانية أو الدولة المدنية ما بتقدم ليك شيء، ما بتحميك. الحماية والستر والعزة والرفعة والصون والأمان والحرز في دين الله سبحانه وتعالى. المرأة ما لقت تكريم زي ما لقته في الإسلام، والمرأة ما تكرمت إلا لما جاء الإسلام، والمرأة ما ارتفع قدرها وشأنها إلا بالدين. أوعكم يا بنات تفرطوا في دينكم، لأنه ما في حاجة تانية حتحميكم أبدا، وحتكونوا عرضة لأي شيء. رفعة وعزة وشرف الإسلام، كل تعليم الإسلام هي رفعة للمرأة، سواء كان الحجاب، سواء كان الأمر بالقرار في المنزل، سواء كان كل الأمور التي فرضها الإسلام على المرأة هي عزة وشرف. وما جاء هؤلاء الدعاة المدنية ودعاة المساواة بين الرجل والمرأة إلا لتفكيك الأسر وهدم الأسر وانتشار الفواحش والرذائل، لأنهم يحقدوا على المسلمين ويحقدوا على الدين. فيا أخواتي في الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله فينا، اتقوا الله بالله عليكم. تتقي كل وحدة في نفسها، تتقي الله في نفسها، تتقي الله في كلامه، في تصرفاته، تتقي الله في أهلك. ما تسودوش أهلكم،
اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك، في أبوك، في أخوك، اتق الله في مجتمعك، اتق الله في دينك، اتق الله في الأمة، اتق الله في الأمة. الأمة أصبح النساء فتنة والنساء فتنة، فما تكوني أنت سبب في فتنة غيرك. اتق الله. آخر رسالة بوجهها لك من قلب يحترق من كل شيء بيحصل في البلد. البلد بقت ماشية إلى الأسوأ، كل يوم إحنا بنرى شيء أسوأ من قبله. فأرجوكم يا نساء الإسلام، يا نساء السودان، إحنا ما كنا كده، ونساء السودان بالذات ما كانوا كده. ما تغرنا المدنية وما تغرنا الشعارات الهدامة، ما تغرنا الأشياء دي. اتمسكوا بدينكم، استمسكوا بدينكم، استمسكوا بتعاليم الإسلام. دي رسالة بوجهها لكل سودانية. استمسكي بدينك، ما تغرك العلمانية، ما تغرك المدنية. خليكي انت مسلمة، في طبق دينك بحق. استمسكي بدينك، عضي على دينك، عضي عليه بالنواجذ. والسلام عليكم ورحمة الله.